الفيديو غادي نكشفوا لكم على 5 الأسرار متعلقة بالبطل المغربي السيباري، النجم صاحب أسرع هدف في مونديال 2026 اللي تسجل ضد اسكتلندا في 71 ثانية، وأول لاعب إفريقي على الإطلاق اللي كيسجل في جميع المباريات ديال دور المجموعات. اولا المشكل الصحي الخطير اللي كان عنده ملي كان صغير، وكيفاش الاطباء قالوا لوالديه بلا كاين احتمال انه عمره يمشي بشكل طبيعي. ثانيا الازمه اللي خلات عائلته ينتقلوا من اسبانيا لبلجيكا، وكيفاش هذا القرار الصعيب شكل المسار الكروي ديالو وخلق نجم عالمي. ثالثا خبر الانضمام ديال اسماعيل السيباري للعملاق البافاري بايرن ميونخ. رابعا السر وراء الطريقه الاحتفاليه ديالو اللي كتعني بزاف، وعلاش كيدير هذه الحركه بالتحديد من بعد ما كيسجل. خامسا علاش اختار يلبس الرقم 34 مع الفريق ايندهوفن، واش عنده قصه خاصه ومؤثره مع هذا الرقم. نبداو باول سر اللي هو المشكل الصحي اللي كان عند اسماعيل ملي كان صغير. سيباري ما تزادش وفمو معلقه ديال الذهب. سيباري المزداد ب 28 يناير 2001 بمدينه تيراسا الاسبانيه زاد بتشوه خلقي على مستوى الارجل ديالو. تخيلوا معايا ان بعض الاطباء شكوا في القدره ديالو على المشي بشكل طبيعي طول حياته، ودوز اكثر من عام وهو كيلبس جهاز ديال التقويم باش يقدر يمشي بشكل عادي. الام ديالو اللي ما يأساتش كانت ديما كتدعي الله يرزقو حياه طبيعيه، وبالمشيئه ديال الله داكشي اللي كان. نفس الاقدام اللي كانوا الاطباء كيشكوا بانه غادي يمشي بهم بشكل طبيعي ولاو كابوس حقيقي للمدافعين في الانديه الاوروبيه. كبر اسماعيل السيباري وسط عائله مغربيه محافظه اللي الاصول ديالها من القصر الكبير. العائله ديالو عاشت حياه متواضعه في اسبانيا، الاب اللي كان كيخدم في مجال البناء، والام ديالو امراه استثنائيه كان عندها متجر صغير كتبيع فيه الخبز. لكن الاوضاع ما غاديش تبقى مستقره للابد. ما بين 2007 و2008 ضربات الازمه الاقتصاديه العالميه اسبانيا، وكان مجال العقار من اكثر المجالات اللي تضروا. والاب ديال اسماعيل السيباري فقد العمل ديالو، وفي نفس الوقت تراجعات المبيعات في المتجر ديال الام ديالو. ومني كانت عند اسماعيل 6 سنوات خداو الابوين ديالو قرار مصيري، وهو الهجره من اسبانيا الى مقاطعه انتفيرب ببلجيكا للبحث عن لقمه العيش. هذا القرار ما كانش غير مجرد انهم بدلوا العنوان، ولكن كان نقطة تحول غيرات مجرى حياة السيباري. حنت في بلجيكا فين السيباري انضم لأكاديمية بيرشوت، ومن بعدها لأكاديمية أندرلخت فين لقى راسو قدام أول صدمة حقيقية في المسيرة ديالو. من بعد ما تخلى عليه فريق أندرلخت بحجة الوزن الزائد، حول اسماعيل هذه الإهانة إلى وقود للانطلاق. داز من فريق كافي ميكلا ومن بعد من فريق خنك، وصولا لفريق ايندهوفن اللي خداتو غير بثمن ديال 200 ألف يورو فقط. واليوم ولا السيباري نجم اللي تباع ب 55 مليون يورو للعملاق البافاري بايرن ميونخ بعقد كيمتد حتى ل 2031. كانوا كينتقدوه بسبب الوزن الزائد، ولكن المفاجأة الصادمة شافها المعالج الطبيعي لايندهوفن ادي بيبلز اللي قال بلا السيباري عنده نسبة ديال الدهون قليلة بزاف، وبلا الساقين ديالو والفخاد كلهم عضلات تبارك الرحمن. وهذا هو السر اللي شافته بايرن ميونخ، داكشي اللي خلاها تحسم الصفقة بسرعة من بعد منافسة مع أرسنال وباريس سان جيرمان. وهكذا اسماعيل السيباري كيتبت راسو من ضمن نخبة اللاعبين في أوروبا. كل مرة كيسجل فيها السيباري كنشوفوه كيجري وكيقلد حركة غسل الشعر. تقدروا تظنوا بلا هذه غير موضة أو حركة اختارها عشوائيا، ولكن القصة أعمق وأجمل. هذه الحركة هي إهداء من اسماعيل لولد عمو المقيم في مدينة طنجة. في الطفولة ديال السيباري كان ديما كيدوز العطلة الصيفية مع ولد عمو على شواطئ مدينة طنجة، وكانوا من بعد ما كيرجعوا للدار، من بعد ما كيرجعوا من البحر كيعاونوا باش يغسل شعره من الرملة. ومن يطلب منه ولد عمو يدير ليه واحد ديديكاس خاصة، ما ترددش اسماعيل في استحضار ذكريات الطفولة البريئة في كل مرة كيسجل فيها. وبهذه الطريقة كيرسل رسالة لينا كاملين معناها أن النجاح ما خاصوش ينسيك الأصول ديالك وحبابك. السيباري ما اختارش هذا الرقم عشوائيا، بل هو تكريم مؤثر للأسطورة الهولندية من أصول مغربية عبد الحق النوري، اللي كان كيلبس هذا الرقم قبل ما تسالي المسيرة ديالو بشكل مأساوي بسبب السكتة قلبية اللي تسبات ليه في تلف دماغي. إسماعيل ماشي غير كيلبس هذا الرقم وصافي، بل عنده علاقة وطيدة مع عائلة النوري، كيزورهم بانتظام في المنزل ديالهم وكيطمئن على الحالة الصحية ديال اللاعب السابق عبد الحق النوري. الرقم 34 بالنسبة لإسماعيل هو رمز الوفاء
الذاكرة والاحترام العميق للناس اللي مهدوا الطريق. زيادة على هذا الشيء كامل، إسماعيل ماشي غير نجم كروي، ولكن هو عبقري حقيقي خارج المستطيل الأخضر. النجم المغربي كيتكلم بستة ديال اللغات بطلاقة، وكل لغة كتعكس مرحلة من حياته اللي عامرة بالتنقلات. اللغة العربية هي اللغة الأم اللي تعلم من والديه اللي كانوا حريصين على أنهم يتكلموا بالدارجة في الدار باش يبقى مرتبط بهويته المغربية وجذوره من القصر الكبير. ثانيا وثالثا الإسبانية والكتالونية، بحكم بأنه تزاد وكبر في مدينة تيراسا التابعة لإقليم كتالونيا اللي عاش فيها 6 ديال السنين الأولى من حياته قبل ما يهاجر لبلجيكا. رابعا اللغة الهولندية اللي تعلمها من هاجرات عائلته لمدينة أنتفيرف في بلجيكا، وزاد تقنها من انتقل الدوري الهولندي مع خينك وأيندهوفن. خامسا اللغة الفرنسية اللي كيتقنها بحكم عيشه في بلجيكا اللي كتكلم أيضا بالفرنسية، وأيضا بحكم الاحتكاك المستمر مع الجالية المغربية. وسادسا اللغة الإنجليزية، لغة كرة القدم العالمية اللي تحكم فيها بحكم تعامله مع وكلاء الأعمال ومفاوضاته مع أندية بحال أرسنال وبايرن ميونخ. مقابلة سابقة واحد صحفي سول اسماعيل السباري على العنوان اللي يتمنى يقراه على راسه في الجرائد. جاوبوا اسماعيل بدون تردد، العنوان اللي بغى يقراه هو اسماعيل السباري يسجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم. هذه الأمنية ماشي غير عند اسماعيل السباري.